طيب انا طالع في الفيديو ده اتكلم على المشروع بتاع شورز شركه العمار جروب، لان انا شفت في الفتره الاخيره كده فيديوز انتشرت على التيك توك من ناس زمايلنا في المجال. طالعين بينصحوا العملاء ان هم ما يشتروش في المشروع، لان القرار الوزاري لسه مش موجود او ما ظهرش، والتراخيص بتاعه الارض لسه العميل ما اطلعش عليها. بس قبل ما اتكلم عن المشروع بالتحديد او ايه المشكله، يعني محتاج ان احنا نبص كده على الخبرين دول زي ما انت ما شفت كده. شركه ماونتن فيو، مشروع كريستا وقفت فيه بيع، اللي هو في سيدي عبد الرحمن، اللي كانوا لسه نازلين بيه لونش من فتره صغيره جدا، وفي عملاء ثابت عليه شيكات. المشروع اتوقف فيه بيع، وبنسبه كبيره هي مشاكل على الارض، برضو مشكله اعمار مشروع سول الارض نفسها اتسحبت، وده لان القرار الوزاري مش موجود، بلس ان في لسه مستحقات على الارض ما اتدفعتش. انا هنا بتكلم على تو ديفلوبرز بيج نيم، مش ناس هي يعني صغيره او ما لهاش مشاريع، انا بتكلم على ديفلوبرز بيج نيم. ايه مشكله شورز اصلا، او ايه مشكله العمار جروب؟ هي المشكله مش خاصه بالعمار جروب. الارض كانت 186 فدان تبع وايت ساند، او شركه جي في ومشروع وايت ساند. الشركه تعثرت، ما قدرتش ان هي تكمل باقي المشروع. كان في كونستراكشن في 60 فدان او في جزء من ال 60 فدان في المشروع. دخلت معاها اثنين شركاء، العمار والمعماري جروب. العمار جروب سبقت اعمالها فوق ال 14 مشروع، دخلت خدت ال 125 فدان، دفعت حقهم بالكامل. بتطلع القرار الوزاري انت كعميل حقك ان انت تطلع عليه في يوم التسكين بالتراخيص، لان انت ما دفعتش مقدم، انت كده كده كل اللي انت دافعه جديه حجز، تقدر ان انت تسحبها في اي وقت. وبطبيعه الحال اي مشروع في مرحله اللونش او الشركه بتلم عليه جديه حجز، مش هتوري العميل الاوراق بتاعه المشروع، هي الاوراق دي بتكون موجوده وقت التعاقد. انت مش بتتعاقد، انت دافع جديه حجز. وقت التعاقد انت ليك الحق ان انت تطلع على كل المستندات الخاصه بالمشروع بالعقد بكل حاجه، عشان ساعتها تقدر تاخد قرار صح. فنصيحتي ان انت ما تحكمش على مشروع او على قطعه ارض كان عليها مشكله مع مطور قبل كده، ودخل مطور عنده سابقه اعمال فوق ال 13 مشروع، خد قطعه الارض ونازل بماستر بلان لاول مره فيها كميه لاجونز مش موجوده في الساحل القديم، تيكت برايس مش موجود اصلا في الساحل القديم. كنا بنسمع عن بادجت 2 مليون و2 مليون 700، دي حاجات قبل الطريق ويمكن اعلى كمان. فكون ان انت تاخد حاجه زي دي بحر الطريق وشايفه لاجون وشايفه بحر مع مطور عنده سابقه اعمال كبيره جدا، اعتقد ان يعني شركه العمار ما تقدرش ان هي لو مش خايفه على ال 13 مشروع او سابقه اعمالها، مش هتقدر ان هي تغامر بالمشاريع اللي هتنزل بيها بعد المشروع ده. يعني لو انا عايز اضرب نفسي اصلا اكيد يعني مش هعمل حركه زي دي، او ان انا انزل بمشروع من غير ولا ورق ولا تراخيص ولا اي حاجه، ولا ان انا ابقى مخلص كل المستخلصات بتاعته. فالخلاصه حضرتك بتنزل يوم التسكين هتلاقي كل الاوراق جاهزه، هتقدر تطلع عليها. الشركه نفسها اصلا مش هتسكن غير بالقرار الوزاري، والتراخيص بتاعه الارض خلصانه بنسبه 100%. شكرا.